بديل لأزمة المشتقات النفطية والاستغناء التام عن الوقود. بعد محاولات عدة استطاع المهندس عبد الفتاح الجنيد أن يشغل مولدا بقدرة 2000 واط بواسطة آلة صنعها تقوم بإحراق مخلفات وقصاصات خشبية. باحتراق الخشب تنتج هذه الآلة التي صنعها المهندس الجنيد بشكل متواضع جدا ومن مخلفات وبقايا قطع محولات كهربائية غازا يقوم مقام وقود المحركات. الكلبيتر عبارة عن صفايح البترول، يعني استغنينا عنه تماما. بعبارة استغنينا عن البترول بشكل عام وبدلناها بعبارة عن كلبيتر بدائي تسمى منظم، سميناه نحن منظم، وهذا خلاص شغال داخل رأس الماطور ويشتغل مباشر. يتكون جهاز توليد الطاقة بمخلفات الخشب للجنيد من اسطوانة تتم فيها عملية الاحتراق، وتساعدها في ذلك مروحة ركبت إلى جانبها فلترات تقوم بتنقية الغاز من الشوائب. في زي الشبك يعزل ما بين الرماد المتساقط لا تحت والقمر يبقين صافيات صافيات من الرماد وتركز الخشب فوق القمر على طول، يعني بدون أي نار، يعني قمر فقط لا غير. يبدأ يسخن لما يتكثف شوية السخن ويزيد بين الحرارة، على طول صعد الغاز ويتراكم في منطقة الفضاوة وينسحب عبر شفاطات هواء. نوع الغاز شبيه لغاز الميثان، يعني مقارب لغاز الميثان. ومن ثم ننتقل إلى زد التبريد، عملية التبريد. تساعد هذه الأنابيب على تبريد الغاز الساخن المنبعث الناتج من احتراق الخشب كعملية عكسية، ومن ثم يمر بأنبوب ينتهي بجالون يتجمع الغاز بداخله ويقوم مقام صندوق تخزين الغاز. القصب الذي يدو لهن شكلتهم بشكل تبريد، وأنا كنت أحتاج قصب نحاس لأنه يفقد الحرارة يكتسبها بسرعة ويفقدها بنفس الوقت بسرعة. النحاس ميزة النحاس ويكون المثالي للتبريد، فما قدرناش نوفر الإمكانيات هذه بقدر النحاس، فعلنا قصب حديد عادي. وبعدين فعلت فلترات طبيعية بصنع يدي، فعلتها وخلاص. وبعدين فعلت شفاطات طبعا بصنع محلي داخل المركز بمساعدة الأساتذة الذي موجودين معي. وبعدين بديت التصفيات هذه كامل نسأل من هذا لأكبر مرحلة التخزين. فعلت مرحلة التخزين أنه تكون خزين ويبقي باستمرار. وبهذا الغاز المنبعث من الجالون الذي يحوي قناتي إدخال وإخراج يعمل مولد الكهرباء، كما يمكن استخدامه كالغاز المنزلي. جاءت فكرة توليد الكهرباء بالخشب للمهندس الجنيد نتيجة حاجة يعايشها كل يمني، وضمن رزمة جهود تبذل لمعالجة مشكلة الانقطاع المستمر للكهرباء، القطاع الحكومي الذي يعيش وضعا مزريا. شفت انبعاثات من الغازات من الخشب في بداية نفس الولاعة، نفس القداحة الكهربائية، شفتوا في انبعاثات، فقلت ليش، يعني دار بخاطري. قسيت حوالي انه شهر او شهرين يعني وانا افكر فيه، بس ما دريت يعني ابدا ابحث. حاولت قلت ابدا اعمل تجربه زي الخاطر، تجربه فعلت برد نحق الشاهيات على الخشب واسخنه فوق النار واشوف يعني هل بالتسخين ام لا. فجربت اسخن والله مدة 10 دقائق
بدأ الدخان ينبعث من الفتح الذي فيه البراد الشاهي، وطبعا بدون أي شيء، خشب فقط لا غير. وبعدين لصيت بالولاعة الدخان هذاك المنبعث، اشتغل نار. خلاص بديت كيف أفعل آلة كيف تجمع الدخان هذا ما يتطفرش عليه، أجمعه وبعدين نرجع أبرده ولازم إنه شيء تصفيه. يعني بديت على مراحل لمدة سنة. أيقن الجنيد وهو يشعل حطبا ذات يوم بوجود طاقة غير عادية في الخشب. يقلب الجنيد الفكرة في رأسه، لكن انعدام الظروف المواتية لتطبيق فكرته واقعا ظل هاجسا يؤرقه. لصعوبة تطبيق فكرته واحتياجاتها المتعددة، قصد عبد الفتاح هذا المركز في العاصمة صنعاء، المكان الذي احتواه ووجد فيه ضالته. قدمت استشارات للأخ الأستاذ والأخ الكبير محمد علي محمود، فهو قال لي أنت في مجال الطاقة، وأنا عارف أنه في مجال الطاقة، بس شجعني أنه في ممكن إمكانيات، وندي لي الإمكانيات إن أنا أطلع إلى صنعاء وأقدم تقديم للمدير العام للمؤسسة والوزير. جاءت الموافقة لضيفنا من صنعاء، وأعطي توجيها لمدير المركز الفني التابع لمؤسسة الكهرباء بتوفير الظروف المناسبة لتطبيق فكرته واحتوائه أيضا. هنا بالمركز على طول يعني عملوا لي أوامر بصرف خزان وقود، يعني خزان الزيت حق المحول، شليته هذا الخزان التصنيع، يعني ورشة التصنيع، وبدينا نشكله يعني بتشكيل جديد لهيئة فرن الذي يجمع فيها الغاز. يقول المهندس قاسم أحد من ساعد ضيفنا في تطبيق فكرته إنه تحقق في اختراع الجنيد معظم شروط وسائل الطاقة البديلة والمتجددة. كمنتج بديل يعتبر جيد جدا. ليش؟ لأنه أنتج منه حاجتين اثنتين، إنتاج الطاقة وإنتاج أيضا وقود. والشيء الثالث اللي لم ينتبه إليه الأستاذ عبد الفتاح هو إنتاج القطران النقي. والقطران النقي هذا يستخدم في المجالات العلاجية والطبية، وأيضا الإنتاجات الصناعية الأخرى. مخترع بشكل عام جيد، وطبعا المخترع هذا عبارة عن يعني فرن، والفرن هذا يعني يعمل بالحطب الطبيعي هذا، وينتج منه غازات. الغازات هذا طبعا تروح في المسار طبعا له اللي هي الفلترات تعمل على تنقية الغازات من الشوائب، ومن ثم إرساله إلى موتور أو محرك كهربائي. يعاب على طريقة الجنيد في إنتاج الوقود البديل لتوليد الكهرباء هذا الدخان المنبعث من عملية الاحتراق، لكنه أكد أن جهازه ما يزال قيد التطوير، وأن باستطاعته وضع حل لهذه المشكلة، بل وتحويلها إلى شيء يستفاد منه. الإمكانيات القوية نقدر نصرف الدخان المنبعث الذي يلوث الجو، فهو مشتل يعني مصرف فيه له تصريف تام، بس وقد فعلت له تصميم للتصريف هذا وفعلت له كل حاجة، بس الآن أنا ما قدرتش أكمل، يعني في له مراحل طبعا للتطوير وللتشغيل. يعني بشكل علمي ميزته الآن إنه الشخص هذا حاول بقدر استطاعته إنه استهلاك الغاز والغازات المنتجة عن الاحتراق في تشغيل مولد، بس في العيوب إنه الآن قضية تلوث البيئة من البيئة، يعني مشكلته الآن مشكلة تلوث البيئة، لأن الآن طبعا قضية طبقة الأوزون وتلوث البيئة معنا مشكلة كبيرة. فالمشكلة هذه طبعا كيف يحلها؟ في عملية إيش؟ يعني إمكانية مادية لاستغلال الغاز بشكل متكامل دون تعرض الهواء الجوي. فهذا أيضا يعتبر منتج ذو 3 فوائد فقط لا غير، يحتاج إلى أبحاث جديدة وتطوير جديد حتى أنه يستطيع أن يلغي الجانب السلبي وهو الأدخنة المتصاعدة من نتائج هذا، وهذه وسيلة بسيطة جدا وقد بحثت القضية
هي عبارة عن كبسها في خزانات واستثمارها أيضا في عملية الضغط. يقترح العم قاسم فكرة جديدة ليصبح جهاز الجنيد صديقا جيدا للبيئة وكذلك اقتصاديا من الدرجة الأولى. يعني يستخدم تساقط أوراق الشجر في أيام الشتاء والصيف وتجميعها بشكل قوالب ومن ثم إحراقها. في هذه الحالة بيكون المنتج اقتصادي درجة أولى. ليش؟ أول حاجة. وثاني حاجة إنه دخل في نطاق صديق البيئة، تنظيف مخلفات الأشجار واستثمارها في إنتاج الطاقة. كانت الخطوة الأولى في طريق إنتاج الجهاز هذه الورشة التي تحوي آلات لقص وتحويل وخراطة الحديد. يوفر المركز لدارسيه كافة الوسائل المنهجية والاحترافية باحتضانه العديد من المعامل والورش الصناعية المختلفة. المركز ما هوش مركز تدريب فقط، هو مركز تدريب وتصنيع، وهذه خطوة تحسب الوزير السابق المهندس يحيى الأبيض اللي أدخل قسم التصنيع للمركز. وقسم التصنيع يعني قسم مهم جدا، وهذا يدي انه ممكن احنا نستغنى عن الشراء سواء الخارجي او الداخلي، وعندنا معدات جاهزه ومعدات من احدث المعدات الموجوده في العالم يعني. والكوادر زي ما قلت كوادر من انشط واقدر الكوادر اللي موجوده في الجمهوريه اليمنيه. كما يحوي المركز ورشا للتصنيع لخطوط ومحولات الكهرباء، ووفقا للقائمين عليه فإن المركز يمكن بقليل من الدعم أن يعود بفائدات جمة على البلاد. والله للأسف الشديد المشاكل كثيرة والهموم كثيرة والتطلعات كثيرة والطموحات والمقترحات كثيرة. كل ما أتمنى من سيادة الوزير الدكتور صالح سميع وباش مهندس خالد راشد دعم المركز وتشجيع المركز، وأخذ بعين الاعتبار بأنه المركز مركز تدريب في الجمهورية اليمنية الأول وتأسس في الثمانينات، والكوادر اللي موجودة فيه من أحسن وخيرات الكوادر الموجودة في الجمهورية اليمنية. كل ما يقصهم فقط التشجيع والدعم وأخذ بأيديهم، وإذا توفرت هذه فأجزم بأن المركز لن يكون مركز محلي، سيكون مركز إقليمي، مركز دولي. في الريف كنت أو في المدينة تستطيع أن تولد الكهرباء بواسطة الخشب أو مخلفاته فقط بالطريقة التي ابتكرها المهندس اليمني عبد الفتاح الجنيد. في الريف طبعا استفادة لأنه لوجود الخشب الذي يستعملوه بكميات كبيرة، فهذا يعني حد من استخدام الخشب بكميات كبيرة لاستخدامه لكميات أقل، لأنه استخدام الدخان ما نستخدمش النار هي التي تأكل الخشب، فنستخدم الدخان يعني تقليل من استخدام الخشب في الريف. أما في المدينة فهو في ناس يعني معهم تنورات قديمة ونقدر نستغل نشارة حق الخشب يعني في المدينة لعدم وجود الخشب ولعدم وجود كذا نستخدم النشارات حق الخشب ولتوليد برضو الغاز والمولدات. الفكرة مبسطة يعني تتشابه مع المحطات الغازية بشكل كبير جدا جدا، وإنما يشتي إمكانيات لذلك على أساس أنه يكون ممكن ننتج تيار كهربائي أكبر من كذا. إذا كنت في الريف تستطيع أن تولد الكهرباء، تجمع من الأخشاب بقدر الإمكان الموجودة وتطلع يعني تشغل الكهرباء عادي.